الله الرحمن الرحيم. معلش بقى، انا يعني اتاخرت على ما عملت فيديو جديد، بس الحمد لله يعني هي مشاغل، يعني مشاغل الحياه، والحمد لله على كل شيء. انا النهارده قلت لازم اعمل لكم طريقه حلوه قوي 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 للرقاق. بنسميه رقاق، بنسميه رحالي، بنسميه مثلا عيش بلدي. يعني يختلف عن العيش اللي هو عيش القمح، بنسميه عيش قمح برضه. ف... فانا اخترت النهارده ان انا اعمل ايه، اعمل حاجه سهله سهله على اي ست بيت، على اي بنوته صغيره جميله عايزه تعمل اي حاجه طريه كده في بيتها تاكل بيها، مثلا ايا كان اي نوع من انواع النواشف مثلا. فانا قلت بقى انا هعمل لكم النهارده مع بعض طريقه جديده وحلوه وبسيطه خالص. مش مكلفه جدا، مش مكلفه في نفس الوقت، بتبقى ما شاء الله في الطعم. يعني انا معايا ايه دلوقتي؟ حبه سكر صغيرين، حبه ملح، حبه خميره. انتوا عارفين ان احنا في الحر، والحر طبعا ايه بيساعد على تخمير الحاجه، ما ينفعش ان انا اكتر خميره، لان كتر الخميره تقطع العجين. ادي حاجه بسيطه اهي طبعا. والسمنه برضو بسيطه جدا، السمنه بسيطه، يعني مش هكتر سمنه. ليه مش هكتر سمنه؟ لا، عشان طبعا لما اخبز الرغيف كده ويطلع معايا ما يتكسرش مني. كتر السمنه والزيت يخلي الرغيف يتكسر، فاحنا هنحط حاجه بسيطه تخلي الحاجه بس يبقى لها طعم كده، او تتاكل بمعنى اصح يعني. فانا معايا بقى دلوقتي معايا ميه، هي ميه بس، ميه وخميره وسكر وحبه ملح. الوقت انا بقى ايه بحب ان انا انا بحب نوعيه الخميره اللي انت شفتوها ديت، بحبها وبرتاح لها في عجين. فكل واحد على حسب ما يحب بقى. خلاص، هنقول بقى ايه بسم الله ما شاء الله كده، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. وهنبدا عجين ان شاء الله. دي كيلو، 1 كيلو دقيق، اي نوع كيلو دقيق، اي نوع. ممكن لو عندك في بيتك دقيق اللي هو دقيق الغله، الدقيق اللي هو الخلط بنسميه علامه. يا جماعه انا معرفاكم وقال لكم ان احنا بلد ارياف، فاحنا عندنا الحاجات دي بتبقى متوفره، ممكن عن اماكن تانية كتير بتبقى الحاجات دي متوفره. انا ما حطيتش ميه كتير عشان اشوف نوعيه الدقيق اللي في ايدي، ممكن الدقيق ما يقبلش ميه كتير. فانا بدل ما احط ميه كتير وارجع احط دقيق، لا، انا بحط حبه 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 بس، عشان خاطر ان انا مثلا ايه اتحكم انا في عجينتي، مش العجينه اللي تتحكم فيا، لا، انا احب انا اللي اتحكم في الحاجه. وانا قلت لكم وعرفتكم ان انا بشتغل في المشروع ده، الحمد لله، ده نعمه وفضل. انا مشروعي ده هو يعني اللي بيصرف على اولادي، والحمد لله الحمد لله يعني على كل شيء. فدلوقتي كان في حد بعت لي وقال لي انا يعني ان هي شاطره جدا في الحاجات ديت، وبتعمل الحاجات دي، واكلها ونفسها جميل، ونفسها تبيع، وهي ممكن تكون متردده يعني ان هي تبيع. فانا بقول لها لا، ما فيش حد يتراجع عن حاجه هو بيحبها. بالعكس والله، هي لو جنبي هنا، لو جنبي او مثلا معايا في نفس المكان اللي قالت لي دي، انا ممكن اقدر اساعدها، ممكن اقدر اساعد اي حد، افيد اي حد، لان انا بقالي 4 سنين، واكيد مر عليا الحلو والوحش، واكيد مر عليا ان في حاجات كانت معايا ما طلعتش كويسه. مش عيب ان انا احترف ان انا برضو يعني انا مش كل حاجه طلعت معايا مظبوط، بس طبعا مع الوقت ومع الصبر بدأت اظبط حاجتي بقت مظبوطه الحمد لله. عرفت معيار كل حاجه، وممكن ما اكونش برضو عرفت معيار كل حاجه، لان طبعا انا في مثل معترفه بيه دايما، كانت ست تقوله ان البني ادم بيموت ناقص عليه. فاحنا ليه ما نتعلمش كلنا من بعض؟ انا اتعلم منك وانت تتعلمي مني، نتعلم من بعض، نساعد بعض، نتعاون على المعيشه وعلى الحياه. حتى الرسول عليه افضل الصلاه والسلام امرنا على التعاون، وامرنا ان احنا يعني ايه، تعاونوا على البر والتقوى، تعالوا نتعاون مع بعض، تعالوا كلنا نساعد بعض. انا نفسي والله نفسي ان انا اساعد كل ام مصريه، اساعدها واقف جنبها. اي حد يعوز اي حاجه، او مثلا يسالني على اي حاجه، انا عمري ما هتاخر، بالعكس انا هبقى فخوره او فرحانه ان انا بعاون ام على اولادها، او ست على معيشها بتاعتها.
او زوجة تكون مثلا عايزة يعني الحياة الزوجية بتاعتها تستمر، وتبقى نفسها مثلا تساعد زوجها. مش عيبة والله يا جماعة، والله ما هو عيبة ان احنا نتعاون مع بعض، كلنا نتعاون مع بعض. بس ما ينفعش ان الزوجة لوحدها اللي تتعاون مع اولادها تربهم لوحدها، ده طبعا ما ينفعش. الحاجات دي كتير بيقاسي منها، كتير بيقاسي منها. وما ينفعش برضو الزوج لوحده والزوجة ما تحسش بيه ويفضل لوحده يناحي في الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي. حياة صعبة جدا جدا جدا، بس نحمد ربنا على كل شيء والحمد لله على كل حاجة. فأنا بس بحب ان انا ابسط الامور لغيري، لان طبعا انا حسيت بالمعيشة، وحسيت بالحياة ماشية ازاي، ويعني ايه مسؤولية. فعشان كده انا نفسي اقف جنب اي حد وبسط الامور. يعني اقول لها مش ادلم يعني ان انت تنزلي تشتري مثلا عيش مكلف من بره بالشيء الفلاني وحاجات من ديت مكلفة عليكي، وممكن بحاجة بسيطة زي كيلو، حاجة بسيطة يعني كيلو دقيق ممكن يعمل لك كمية حلوة مش وحشة. ممكن مثلا يغدي ولادك، او حاجة بسيطة كده للعشاء يعشيهم برضه، وحاجة بسيطة يعني مش ياما، مش شرط يعني ان احنا ننزل نجيب حاجات كتير عشان نعبي تلاجاتنا وفي الاخر نقول احنا معناش. لا، ممكن حاجة بسيطة وتعدي بيها وتعيشي منها وتبقي حاسة بالسعادة برضو، لان السعادة مش بس ان انت تجيبي وتودي، لا، السعادة الرضا، هي السعادة الحقيقية في انك ترضي بكل اللي ربنا يقسمهولك، والحمد لله على كل شيء. اهي العجينه ما شاء الله. انا دلوقتي يعني انا كترت عليكم بالكلام، انا عارفه ان انا بكتر عليكم بالكلام، بس انا والله نفسي ان انا اتكلم معاكم في كل حاجه، كل حاجه. صدقوني البني ادم اللي بيبقى مر بظروف صعبه ويجي يتكلم بيتكلم من قلبه، بيتكلم بصدق فعلا، وبيبقى نفسه يعني يتكلم مع الناس كلها بحسن نيه، ويمكن تبقى طيبة مني، بس انا والله العظيم بحب حتى اللي معرفوهم، يعني معرفهمش انا بحبهم في الله. فانا هخلص العجينة كده لان انا بحب اخدم العجينة، لان الحاجة اما تطلع معاكي حلوة بتبقى مهضومة في العجين. فانا هخلصها كده وهوريها لكم وارجع لكم تاني. خلاص انا خلصتها عجينة اهي، ما شاء الله ناعمة ازاي وجميلة. دايما الحاجة زي ما بقول لكم كل مرة، الحاجة بتتكلم عن نفسها يا جماعة. الحاجة الحلوة بتبان من الاول، بتبقي عارفاها من عجينتها، العجينة بتاعتها ما شاء الله. وعلى فكرة يعني انا بعجن كميات، يعني ممكن اعجن بالعشرة كيلو، بس طبعا ما انهضش اطلع قدام الكاميرا اعجن واتكلم، ده انا بنهج وانا بعجن كيلو وبكلمكم، ما بالكم بقى ما يبقى حاجة اكبر من كده. فالحمد لله نعمة على كل شيء. فعشان كده انا جبت كيلو واحد عشان ابسط على نفسي وابسط عليكم بصراحة، بصراحة على نفسي الاول يعني. وان شاء الله هيخمر، اسيبه يخمر شوية وهرجع لكم تاني. دلوقتي يعني انا سبته 10 دقايق بالظبط، زي ما عرفتكم ان الدنيا حر، فعشان الدنيا حر انا مش هسيبه يخمر قوي زياده عن اللزوم، انا هقرصه تقريصه بسيطه كده على حسب ما انت عايزه، تكبريه تصغريه على حسب ما انت عايزه. بس يعني هو ما يكون لا كده ولا كده، هو افضل يعني، لا تصغريه قوي برضو ولا تكبريه قوي، يعني يكون مثلا متوسط زي ده كده. وترش الصينيه يعني حبه دقيق على الصينيه كده، حبه دقيق، بحيث ان هي اما تخمر ما تلزقش تيجي تشيلها كده تتشال بسهوله. العجينه اهي ما شاء الله قرص معانا. هنشوف مع بعض دلوقتي بقى يعمل لنا كيلو، ممكن يعمل لنا كام رغيف. عن مصداقيه يا جماعه، يعني انا بشوف حاجات ممكن واحده تطلع تقول لي كده الكيلو ممكن يعمل له حوالي كام، قد ايه، حوالي 3 كيلو. يعني انا سمعت من فيديوهات ان الكيلو بيعمل حوالي 3 كيلو بسكوت، لا حوالي. انا بحب المصداقيه يا جماعه، انا بحب كل حاجه تكون بجد عن صدق، ولاننا احنا بنتكلم مع ناس بتسمعنا، الناس ديت ما هيش يعني واعيه وناضجه وعارفين وفاهمين الحياه ماشيه ازاي، يعني ما ينضحكش عليهم. فليه بقى ان انت تضحكي عليا بكلمه زي دي؟ مش معنى كده ان بعيب في حد، والله يا رب يحنن على الناس بحالها، يوسع على الناس بحالها يا رب ويكرمهم. بس انا يعني بزعل من انك مثلا بتتكلمي معايا على اساس ان انا مش عارفه.
فكل حاجة بتبقى مفهومة ومعروفة، هي الحاجة ديت مثلا ممكن تعمل قد ايه، او حوالي كام. مش هقولك بقى ده انا بعمل من نص كيلو حوالي مثلا 50 واحدة، لا ده طبعا. فالمهم يعني خلينا في موضوعنا عشان ما حدش يزعل مننا. يا جماعة والله ما بنحب مني ولا حاجة، بس يعني انا بقى بحب المصداقية زي ما بقول لكم. خلاص كده ايه. يعني انا عندي بنتي بتقول لي دلوقتي يا ماما قولوا لهم هخلص العجينه واوريك. قلت لها يعني هي حاجه مش مستاهله، يعني مش مستاهله ان احنا نقفل الكاميرا. بس خلاص يعني هي الكيلو خلاص يعني يعتبر هو خلص خلاص. هو سهل وبسيط خالص، وانا بعمل لكم في عز الحر الحمد لله، وفي عز الايالة والحمد لله يعني على خير ان شاء الله. خلاص اهو احنا خلصنا ان شاء الله. ان شاء الله هتشوفوا كده هو وانا بخبزه وهو طالع من الفرن، بيبقى ما شاء الله مورق وكده منفوخ كده وجميل، بيبقى شكله في الفرن كده حاجه كده تفرح القلب. كده خلصنا التقريصه اهي ما شاء الله جميله. وهم يعني كام واحده، كام هيبقى كام رغيف؟ هيبقى 23 رغيف. الكيلو عامل 23 رغيف، وما هوش كبير قوي، تقريصته مش كبيره قوي ولا هي صغيره قوي، حلوه جميله بتبقى معقوله بين البنين. فعشان بقى ما اقولكوش بقى ده الكيلو هو ما شاء الله يعمل 50 رغيف، تيجي حد يجي يعمل الكيلو يلاقيه 21 رغيف ولا 22 رغيف، يقول لي هي كانت بتضحك عليا ليه؟ لا الكيلو عامل 23 رغيف ان شاء الله يعني. فهنبتدي كده، هسيبه شويه ونبتدي مع بعض وهوريكم. خلاص احنا دلوقتي ايه، قلت لكم انا ما بحبش الحاجه تخمر زياده عن اللزوم بالذات في الحار. ما شاء الله التقريصه بعد العيش معانا، بعد ما سبته شويه، انا سبته تقريبا 10 دقايق برضه، 10 دقايق مش اكتر من كده، بالذات في الحر يا جماعه. في الشتاء ممكن تسيبيه ساعه ما فيش مشكله، انما في الحر ده لا. حبه دقيق على الطبليه المتواضعه ديت. خلاص. والمكنه برضو المتواضعه ديت، وهنبدا ايه خبيز. اي حد اكيد عنده المكنه دي وعنده الطبليه دي، اي حاجه. واهو الرغيف معانا ما شاء الله اهو بيتفرد بسهوله، بس انا ما بحطش دقيق كتير على وشه، ما بحبش احط دقيق كتير على وشه عشان يطلع كده وشه يبقى فيه حمار كده جميل، ويبقى شكله كده جميل. تمام ما شاء الله. لا يلزق منك في ايدك ولا اي حاجه، لانك ما سبتوش خمر قوي. لو سبتيه خمر قوي تيجي تخبزيه تلاقيه يلزق في ايدك ويلزق في الطبليه، لانه خمر زياده عن اللزوم. انما بقى لما تسيبيه يخمر زياده عن اللزوم وتسيبيه يخمر، تلاقيه لزق في ايدك ولزق على الطبليه، ما تعرفيش تشيليه لا كده ولا تعرفي تنزليه من المكنه. لا انت كده بتتحكمي في الحاجه، بدل ما تسيبي الحاجه اللي تتحكم فيك وتبهدلك، لا انت تتحكمي في عجينتك في خبيزك في كل حاجه انت بتعمليها. طبعا انا ما فيش بقى خبازه ولا الكلام ده، بقوم انا عاملاه على المكنه، عامله المكنه على حسب توجيه المكنه. ممكن المكنه تبقى عندك الواحد على المكنه يبقى اعلى حاجه، ممكن يبقى الخمسه عندك اعلى حاجه، على حسب بقى. تعملي صغير على المكنه وترجعي تكبريه تاني. لو عايزاها كبير عن كده، او انا هخليه كبير عن كده، لو انا عايزاه مثلا كبير عن كده خلاص انا هخليه كبير عن كده اهو. هخليه كبير عن كده اهو، عشان بحيث ان انا لما احطه ما يبقاش تخين، يبقى رقيق كده. احنا هنا بنسميه رقاق ليه؟ عشان يبقى رقيق كده في الاكل، تاكليه كده يبقى رقيق وجميل. خلاص كده بعمله بقى انا على اخر حاجه، بحيث ان هو يعلى معايا. الفرن انا كنت مولعاه وسايباه يقدح عشان لما احط فيه عيشي يقب معايا على طول، ما يلزقش في عرصه الفرن ولا يبوظ مني، يبقى الفرن شغال. وادي الايه العيش اهو يا جماعه ما شاء الله. دي اللي ما يعرفش يعمل مثلا العيش اللي هو اللي بنقول عليه اللي هو عيش الرح، اللي ما يعرفش يعمله ممكن يعمل ده. رغيف كده
عشان خاطر الفرن ما شاء الله بيبقى عامل يعني مزيكا، لا قبل كده ولا بعد كده. مش عايزه اعلق تاني، بس شايفين ما شاء الله من اول رغيف ما شاء الله، من اول رغيف معانا. انا هغيره كده عشان الفرن ايه ممكن يكون بارد من هنا. من اول رغيف هو ما شاء الله بيتنفخ معانا وبيبقى رقيق فعلا، يعني صدق اللي قال عليه رقيق ما شاء الله. وريكم الرغيف هطلعه ووريكم. شايفين الرغيف؟ انا مش عارفه اشيله في ايدي لانه سخن. شايفين الرغيف؟ شايفين قعره ما شاء الله؟ شايفين الرغيف ما شاء الله عامل ازاي؟ عامل ازاي فعلا فعلا صدق اللي قال عليه رقيق. ادي الرغيف العيش، ريحته بقى يا جماعه لا لبن ولا اي حاجه مكلفه، حبه الميه وحته السمنه ونقطه الزيت. وادي الرغيف، ادي الرغيف معانا. شايفين الجمال والحلاوه؟ انا خلصت الكيلو اهو، ما خدش حاجه. شايفين القعر بتاعه جميل واحمر وجميل ازاي؟ شايفين جميل ما شاء الله. جميل. وبتعمليه سندوتشات، تعمليه سندوتشات يبقى سهل وخفيف وجميل كده. سندوتشات تحشيه لحمه، شاورما، اي حاجه انت عايزاها. ممكن تاكلي بيه مثلا مأكولات سمكيه زي فسيخ زي رنجه، اي حاجه تاكلي بيه، بيبقى خفيف وجميل جدا وطعمه جميل جدا، بيبقى حاجه ما شاء الله كده. شايفين الرغيف ما شاء الله؟ يا رب يحسن من بين ايديكم كلكم يا رب.